السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ظهرت سيدة مصرية من خلال مقطع فيديو وهي تدعو على ابنها وزوجته أمام الكعبة في أول أيام شهر رجب. الأم ظهرت خلال مقطع الفيديو وهي مكسورة والألم والوجع باين عليها، وقالت الأم: بدعي عليك وأبواب السماء مفتوحة يا رب من تشوف ابنك محمد بالبدلة وتتحرمي منه، يا رب أشوف بعيني وأفرح بقلبي، يا رب عدلك يا رب. وأضافت: أنتِ ظلمتيني وأخذتِ مني ابني، ينكوي قلبك على ابنك، يا رب ما تفرحي بولدك زي ما أنا ما فرحتش بابني، يا رب تاخدي النار اللي في قلبي زي ما فرحتينيش بابني، ما تفرحي بابنك يا حنان. هذه أم مصرية أمام الكعبة تدعو على ابنها وعلى فلذة كبده، يعني كما نقولوا إحنا بالجزائرية تدعو على عروستها وعلى حفيدها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني قساوة القلب أمام الكعبة وفي أول أيام رجب، يعني تدعي لها. المفروض كانت تدعي له بالهداية، أنا نقول حسب رأيي أنها تدعي له بالهداية، ماشي تدعي عليه، لأنه يقولوا عندنا مثل جزائري يقول: عز الولد ولد الولد، يعني هان عليها الولد مسكين وتدعي له ابنه، الابن الصغير اللي ما عنده حتى ذنب. ويعني المشاكل ما بين الكبار يوصلوا يخرجوا في الصغار. ربي يهدينا، والله شيء مؤسف جدا. الواحد لما يروح للكعبة لازم يصفي قلبه ويخلي ربي هو اللي يحاسب الناس، مش يدعي عليه ويتمنى لهم الشر. أصلا راكي في مكان طاهر، نظن ما كانش لازم تدعي عليه. انتم رايكم حول هذا المرأة أو الأم اللي تحرمت تقول من ابنها، يعني الزوجة تاعو داتو وحرمتها من ابن تاعها، تدعي لها وتقول لها ربي يحرمك منه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رأيكم حول لماذا يعني بعض الزوجات تغار من والدة زوجها والعكس؟ رأيكم يهمنا، خلونا رأيكم في التعليقات وفعلوا لنا باش نجيب لكم دائما من جديد الموضوع للنقاش. وهذا يعني صارت في هذه الأيام المباركة. ربي يهدينا ويهدي أمة محمد. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.